السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهاردة ان شاء الله هنعمل كشري المصري. طبعا انا جايبة حمص اهوت، كنت نقعاه وشطفته كويس وكده، وحطيته على النار يستوي من غير ملح. عشان ايه؟ عبال ما يستوي، اول ما يستوي تحطوا له شوية ملح. وطبعا العدس ابو جبة غسلته كويس اهو، بسم الله ما شاء الله اهو. يا ده اللي هحط له شوية ملح. ماشي، انا محضره الدقه اهو. هعمل صلصه. تحط اللهم صل على النبي شويه ملح للعدس ابو جبه، ما يجرلوش اي حاجه اهو، عشان لما يستوي بيبقى طعمه جميل كده بملح. طبعا انا عندي دقه شطه كنت عاملاها، وعندي كمون بكزبره بفلفل بملح مرق الدجاج وكده للصلصه. وهعمل صلصة. طبعا عندي مكرونة هسلقها سباكيتي، ومكرونة من اللي هي الصغيرة. وعندي هنا اللهم صل على النبي شعرية اهو. طبعا انا هسيب الحمص اهو تتسلق. طبعا لو في اي حاجة من البيضة دي نرميها كده اهو اهو، ترميها تفضيها اهي. طبعا ايه، لغاية ما يسيبه بقى يستوي اهو، بسم الله الرحمن الرحيم. هغطي عليه. طبعا ايه اللهم صل على النبي العدس ابو جب اهو، بسم الله ما شاء الله. هغطيه برضو عشان خاطر يستوي. طبعا انا غطيت الحمص اهو، هسيبه يتسلق لغايه ما يستوي برضو. وهحمر الشعريه اهي، حمرها معايا كده. طبعا لما تتحمر كأنك بتطيبيها عادي خالص وبتحمريها. طبعا بتحط لها ميتها، طبعا ملحها، هتحط لها شويه فلفل عادي. طبعا انا ايه، هقلبها كده لغايه ما تحمر خالص تبقى لونها وردي. طبعا هغسل الرز العدس اهو، رز كشري عادي خالص، عدس على رز. هغسله وهطيبه طبعا. وهسلق المكرونه الاسباجيتي والمكرونه الصغيره. طبعا ايه، طبعا انا هعمل صلصه ان شاء الله بالثوم. انا دقه توم اهو. اللهم صل على النبي. هعمل كمون اللي هي الدقه دي، فلفل وكمون وملح والكلام من ده، بالثوم بالشطه بخل. دي بتبقى خلطة لوحديها، بتبقى زي التومية كده، بتحطيها على الكشري المصري. وفي بقى صلصة بالطماطم هنعملها برضو. هعمل صلصة كده بالثوم برضو وهعملها قدامكم. طبعا انا هعمل ان شاء الله بصل واحمره وقدامكم برضو. وان شاء الله هرجع لكم تاني يا حبايبي. وهغسل الرز ده الكشري وهطيبه. وطبعا انا بحمر الشعريه وهعملها وهرجع لكم تاني يا حبايبي. طبعا الحاجه بتغلي بتستوي، وان شاء الله هرجع لكم تاني. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا انا حطيت سلقت المكرونه وعملت الكشري هوريه لكم دلوقتي. انا دلوقتي حطيت شويه زيت. وطبعا هحمر عشان الصلصه. احط شويه ثوم كده. وبيضة اصفرها. ننزل طبعا عليها بالصلصة وبالبهارات. بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا هعمل الصلصة دي بالطماطم، وفي التومية اللي هي بالشطة بالكمون هوريها لحضراتكم برضو بالخل. بسم الله الرحمن الرحيم. واصفرت اهي. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على النبي. بنزل عليها بقى بالطماطم. بسم الله ما شاء الله. اهي. وعندي اللهم صل على النبي، عندي هنا برضو الصلصة نحط منها اهي. تخلي التسبيكة جميلة جدا، بسم الله ما شاء الله اهي.
اللهم صل على النبي. وانزل عليها برضو بحبة توم نيين كده في الصلصة اهي. بنزل بقى عليها بمرقة الدجاج هي دي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي اهي اهي. طبعا عندي الفلفل والملح والكمون على الكزبرة. وطبعا عايزة تحطي شطة براحتك خالص اهي. طبعا تحطي شوية فلفل اهو، حطي كمون على الكزبرة، ده بيطعمها جدا بيخليها جميلة اوي اهي. الملح اهو. طبعا ايه، اقلب الخلطة دي بالبهارات بالتسبيكة، بسيبها تتسبك على راحتها. دي الصلصة بتاعتنا بتاعت الكشري المصري. وهرجع لكم تاني يا حبايبي. طبعا يا حبايبي انا دي ميه عاديه خالص، بتحطي اللي هي توم، بتحطي لها توم كده اهو. بسم الله ما شاء الله، بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا البهارات اللي هي الكمون والفلفل والملح، بتحطي الكمون والكزبره وفلفل والملح، طبعا دي كلها اهو زي المطاعم، جميله جدا. طبعا عامله الحاجه بايديكي. طبعا عندك شطه هي كنت فرماها تحطيها اهي، طبعا الرغبه، طبعا عايزه تحرقيها مش عايزه تحرقيها براحتك اهو. وعندك بقى بحط خل، طبعا هحط شويه خل حلوين كده اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. بتخليها جميله جدا اهي. وبتقلبيها ديت اللي هي بتبقى زي الشطه بالثوم، زي التوميه كده بالملح والكمون والفلفل والشطه وكلام من ده، وتحط لها الخل والثوم وتقلب. دي دقه غير الصلصه اهي، تقلبيها. طبعا انا خلصتها اهي والله، وريحتها جميله جدا وطعمها جميل. طبعا انا الصلصه اهي هسيبها تتسبك شويه اهي، وهرجع لكم تاني يا حبايبي. هوريكم بقى واحمر البصل وهرجع لكم تاني. طبعا انا بحمر البصل اهو، اخر حاجه بحمرها هسيبها لغايه لما تتحمر. طبعا انا عملت اهوت اللهم صل على النبي العدس ابو جبه اهو، استوى بقى جميل اهو، اللهم صل على النبي. وعندي بقى الصلصه هي برضو خلصتها. وهنا والحمص اهوت استوى جميل اهو، ناقصه بس يا دوبك تحط بصله وكده وطماطمايه تبقى حلبس اهو. بسم الله ما شاء الله. ودي الدقه اهي اللي انا عاملاها بالثوم والخل والبهارات وكده والحاجات دي. طبعا انا خلصت هنا الكشري، سلقت طبعا اللهم صل على النبي زي العسل اهو، مفرفر اهو. بسم الله. الكشري رز والعدس. وهنا عم حمرت طبعا الشعريه اهي، بسم الله ما شاء الله. وهنا عملت المكرونه اهي اسباجيتي على اللهم صل على النبي، مكرونه صغيره اهي، سلقتها وحطيت لها شويه ملح وحطيت لها شويه زيت وسبتها سخنه اهي تسخن اهي. بسم الله ما شاء الله، اللهم صل على النبي. هحمر طبعا البصل، واول ما ياخد لون وكده يتحمر هفضي وهوريه، ارجع لكم تاني وانا مفضيه ان شاء الله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي. طبعا الحمد لله انا سلقت المكرونه اهي، بسم الله الرحمن الرحيم. هفضي منها اهي، بسم الله اهي. طبعا الكشري ده حبيبي اهو. طبعا تحط المكرونه اهي، جيبي بقى اللهم صل على النبي الكشري اللي انت عاملاه اهو. طبعا كله على بعضه، لو عايزاه في حله واحده
بتحطيه كله على بعضه، يعني ايه، اللهم صل على النبي اهو، بتقلبيه كده اهو. مفيش اسهل من كده، كل حاجه من بيتك، ويعني اللهم صل على النبي اهو. حط الشعريه اللي انت محمراها طيباها اهو، طبعا زي ما انت عايزه بالكميه اللي انت عايزاها اهي. تقلبي برضو مكرونه على الشعريه على الرز الكشري على عدس بجبه اهو، طيب زي العسل اهو. بسم الله. العدس بجبه اهو، طبعا بتحطي العدس بجبه اهو، الحمص اللي احنا مطيبينه مع بعض، طبعا تحطي بالكميه اللي انت عايزاها اللي بيه على بعضه. الصلصه هي بسم الله الرحمن الرحيم اهي، مفيش اسهل من كده والله، وطعمه وريحته جميله جدا. طبعا بتحط له بقى البصل اهوت اللي انا محمراه، حط له البصل كده. انا هفضيه وارجع لكم تاني يا حبايبي والله. ورجعت لكم تاني يا حبايبي، اللهم صل على النبي اهوت. الكشري المصري مفيش اسهل من كده، وكل حاجه في بيتك وبتاكلي بشبع، واللي انت عايزاه بتلاقيه في بيتك وبنظافه. طبعا الكشري اهوت المصري مفيش احسن من كده. التقليه والمكونات كلها، المكرونه والرز طبعا الصلصه والدقه هي والمخلل، وبألف هنا وشفا. يا رب الفيديو ينول اعجابكم، وما تنسوش تشتركوا لي في القناه وتفعلوا لي زر الجرس وتعملوا لايك عشان يوصلكوا كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته. السلام عليكم. لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.